السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض سمك. هنعمل سمك مقلي وسمك بوري في صينية بالبطاطس. الخلطة انا هعملها في الهون دي. راس توم، قرن فلفل حراق حامي، ومعلقة كمون، ومعلقتين ملح. هدقهم واملح السمك وارجع لكم. هحط عصير ليمونتين، هملح قصدي هعمل السمك بالدقيق. عملته بالدقيق كله وهركنه لحد ما اجي اقليه على ميعاد الغدا، لان انا ما بعملوش بالدقيق واقليه على طول علشان الزيت ما يتحرقش. بخليه ساعة او 2 وبعدين كده بقليه. الزيت بيبقى نضيف وما بيدخنش. هنعمل صينية البوري بالبطاطس. قطعت فلفل رومي وجزر وطماطم وبطاطس، ولسه هحط البصل. قطعت بصلاية خضر عليهم. هحط شوية من الخلطة بتاعت السمك، هنقلبهم مع بعض. هرص السمك، انا ملحته برضو. هنحط على الوش كده شرايح ليمون. هغطيها عشان ادخلها الفرن. احط لها الاول ورق زبدة، لان الفويل على الاكل مباشرة بيبقى مش صحي. انا غطيتها كده، هدخلها بقى الفرن عشان البطاطس والسمك يستوي. بعد كده بشيل الفويل عشان السمك ياخد وش تحمير. هنقلي السمك. لما بتحطيه ساعة وهو في الدقيق، يعني بعد ما بتعمليه بالدقيق وتركنيه ساعة او ساعتين، بتلاقي الزيت نضيف وما بيدخنش، مش زي ما بتعمليه بالدقيق وتروح حطاه في ميه وتقلي، بيطرطش وبيبهدل الدنيا. كده الطريقة دي احسن، جربيها والسمك بيطلع مقرمش وناشف وجميل. دي صينية السمك بعد ما طلعت. السلطة والرز والبابا غنوج
والمكرونة والبيض. اتفضلوا معانا، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.